كمان حتى لو كانت اللي بتأذيه هي أمه نفسها، المخ هيفسر ده بإنه مش خطر ومش أذى لأن أمه عمرها ما هتأذيه. لما الدكتورة حقنت بعض الفئران الصغيرة بهرمونات التوتر كانت فعلا بتخاف وتتجنب الريحة، ولما تأثير الهرمونات دي يروح الفار كان بيرجع يحب الريحة عادي. وده بيفسر حاجة مهمة جدا، بيفسر ليه ناس اتعرضوا للإساءة من أهلهم وهم صغيرين ولما كبروا بقوا ضحايا علاقات مؤذية أو بقوا حتى هم نفسهم المؤذيين. وده مش بس بسبب خلل في أفكارهم، لكن كمان لأن جواهم برنامج بيولوجي قديم بيقول لهم إن هي دي الطريقة اللي أهلي كانوا بيتعاملوا معايا بيها، فبالتالي أنا كده طبيعي. وده بنشوفه كتير جدا لما حد يقول ده أنا كان أهلي بيعملوا فيا كذا وكذا ومع ذلك طلعت زي الفل أهو، أو اللي بيفتخروا بإساءة أهلهم ليهم وبيحنوا لأيام زمان. وفي النهاية الأم مهمة جدا في حياتنا، إما تكون سبب رئيسي ومباشر في إننا نكون أسوياء وإما غير كده. فلما تقرري تجيبي للدنيا دي طفل على الأقل قدمي له هدية إنك تكوني عاوزاه، ودي أهم حاجة ممكن تقدميها له.